تتفرج عليه النهارده وانت قاعد بالليل يوم راس السنه داخل على يوم واحد، وانت عايز تفتح فيلم وانت معاك الهوت شوكليت ولا معاك مثلا السحلب بتاعك وعمال بتاكل طبق فشار كبير جدا. ايه الفيلم المناسب اللي انت ممكن تتفرج عليه؟ ناس كتير جدا ممكن ترشح لك مثلا هوم الون او الف او ذا جرينش بتاع جيم كاري مثلا. كل دي افلام كلاسيكيه وحلوه جدا مناسبه قوي للفتره دي، بس انا هرشح لك 3 افلام مختلفين تماما. بس قبل ما ارشحهم عايز اقول كل سنه وانتم طيبين، ويا رب تكون سنه سعيده عليكم 2026 تبقى احلى من 2025 ان شاء الله. يلا بينا نقول ايه هم ال3 افلام اللي انا برشحهم بقوه ان انتوا تشوفوهم النهارده. اول فيلم هو تيريفاير بالاجزاء بتاعته كلها. اجزاء تيريفاير كلها هي اجزاء رعب دمويه، رعب جسدي رهيب. يعني لو انت مالكش في الرعب بلاش تتفرج عليه تماما، بس هي مجموعه افلام قلبت الدنيا لما نزلت. والجزء التاني بالذات لايق قوي على الفتره اللي احنا فيها دلوقتي دي، الجو الساقعه واجواء الكريسماس واجواء النيو يير عموما. فارشحه بشده، لو انت بتحب الرعب لازم تشوفه. الفيلم التاني اللي انا برشحه هو باتمان ريتيرنز. انت عندك هنا مايكل كيتون وعندك داني ديفيتو في دور بينجوين، عامل دور بينجوين رهيب مختلف مرعب في بعض الاحيان. فيلم برضو كريسماسي قوي، فيلم ساقعه كده وانت قاعد تتفرج عليه تحس ان الجو ساقعه، فده برضو فيلم مناسب قوي للفتره اللي احنا فيها دي. الفيلم رقم 3 واللي هو اكتر فيلم انا برشحه والفيلم اللي انا هتفرج عليه النهارده بنفسي هو كي بوب ديمون هانتر. ده احلى فيلم نزل في 2025 انيميشن يا جماعه، وهو فيلم اغانيه حلوه جدا، القصه بتاعته حلوه، في التوقات، في كل حاجه ممكن تتمناها من اي فيلم ممتع عموما. وبرده في الاجواء بتاعه الشتاء واجواء السقعه دي اللي هتعجبك جدا وانت هتحبها، وهيبقى فيلم حلو قوي. برشح لكم ال3 دول تشوفوهم، وشكرا جدا ليكم. ويا ريت تعملوا سبسكرايب للقناه، ولو على فيسبوك تعمل فولو، وعلى انستجرام تعمل فولو. و2026 هتبقى سنه احسن كتير ان شاء الله، وهي دي البدايه الحقيقيه. وشكرا جدا، سلام.